في آخر سنتين تلاتة بدأت تظهر نوعية من الأعمال الدرامية اللي قدامك دي دلوقتي. مسلسلات شعبية تحكي عن الطبقة المتوسطة والعائلة المتوسطة، سلط الضوء عليهم يعني، على طريقة أكلهم، على طريقة شربهم، على طريقة حوارهم، على مشاكلهم، هكذا وهكذا. طبعا مع اختلاف القصة بين كل مسلسل ومسلسل من النوعية دي، بس في الآخر هي نفس التيمة. رغم إن المسلسلات دي بتحقق نجاح كل سنة كبير جدا وجماهيرية حلوة، بس برضه فاشلة. هقول لك ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسين محمد من راديو 70 70، ودي الحلقة ال14. لو جيت اتفرجت على النوعية دي من المسلسلات، هتلاقيها ما بينها عوامل مشتركة. زي ايه؟ طريقة الحوار. يعني ايه طريقة الحوار؟ يعني انا فاكراك ليا وانت فاتحها جمعيه. اصل اصل ايه عديم الاصل؟ عاوز تفارق جود، انا ما باخدش غياب وحضور، لكن تلعب بديلك من ورايا اقطعه لك يا امور. معرفش مين وصل لهم اللي احنا دايما بنتكلم كده، او اصلا بنتكلم كده من الاساس. ده شغل هطل، ده شغل عيال في كيجي. والله العظيم ما بنتكلم كده، احنا بنتكلم عادي. تاني عامل بقى هو اللي احنا عشان احنا مثلا طبقة فقيرة او معناش فلوس، فاحنا دايما عايشين في حزن. دايما المصايب بتجيلنا، دايما ما بنعرفش نفرح. ليه؟ عادي، احنا بنفرح وبنعيط وبنضحك عادي جدا، حاجة طبيعية يا جدعان. هو لازم عشان افرح لازم يبقى معايا فلوس يعني؟ يا سعادة الباشا اعمل معروف، احنا غلابة ومش ناقصين مصايب. والله العظيم والله العظيم يا سعادة الباشا، كل حاجة في حياتنا شحة وناقصة ما عدا المصايب فايدة وزايدة. بس هنقول ايه؟ الحمد لله على كل شيء. خصيمة انت دلوقتي رايحة للظابط بتقولي له خرج اخواتي عشان ما عملوش حاجة. ايه بقى؟ ايه علاقة اللي احنا ما الفرحة عندنا قلة ومش بص، ما عايزينك تعيط وخلاص، بيتحايلوا عليك كمشاهد عشان تعيط. والله الطبقات دي بتعيش عادية جدا يا جماعة. مش كل حاجة عندهم حزن وقرف كده. تالت عامل مشترك بقى هو الحكم. ممثل ياخد نص الحلقة في وشه يعني، حكم ومواعظ في الدنيا وفي حال الدنيا. كفاية يا جدعان، كفاية بجد. انا راضي على تأثير ونجاح المسلسل من الطبيعة المصرية قوي في الحارة المصرية وفي المجتمع الشعبي المصري. أستاذ عمرو شايف إن المسلسل نجح عشان بيمثل الحارة الشعبية المصرية الأصيلة. الكلام ده هو كده شايف اللي عمله ده، أو اللي عمله مصطفى شعبان في هو المجال، هما كده بيمثلوا الحارة الشعبية. عوجة البق وبكلام القافية الزيادة عن اللزوم والحزن الزيادة عن اللزوم. ده ملوش أي علاقة يا فنانين. من المسلسلات اللي فعلا تمثل الحارة المصرية وتمثل مشاكلنا، مختلف الطبقات يعني، متوسطة أو اللي تحت المتوسطة، مسلسل زي رمضان كريم. ودي في الأول وفي الآخر وجهات نظر، ودي وجهة نظري بس. ودي كده وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا بقى عشان عندي مذاكرة. متنساش تقولي رأيك في الكومنتات، ومتنساش برضه تدعي إخواتنا في فلسطين. وبكده يا معلم تبقى حلقتنا خلصت. إن شاء الله أشوفك في حلقة جديدة. لو الحلقة عجبتك دوس لايك وسبسكرايب. كان معكم ياسين محمد من راديو 70 70.